اتحاد الكرة المصري، قراراتكم واختياراتكم لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون، وهناك انتهاك واضح وصريح للوائح. وده يا زميلي الكروي كان مقدمة بيان النادي الاهلي النهارده، بيان شديد اللهجة، بيان بيعبر عن كل اللي عايز يقوله وكل اللي في ذهن جمهور النادي الاهلي. قبل ما انسى زميلي الكروي الزملكاوي، ما تتفرجش على الفيديو ده عشان ممكن تعيط. بيان النادي الاهلي النهارده بدأوا بكلامه عن عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام، وان ازاي تم تعيينه تاني بعد الكوارث اللي كان بيعملها، وانه ما كانش بيوفر العدالة التحكيمية. ثانيا اتكلم في الانتهاك الواضح والصريح لنادي الزمالك، وان ازاي نادي الزمالك عليه مستحقات للدولة وبياخد الرخصة الافريقية عادي، عشان يطلع علينا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ويقول لك ان نادي الزمالك هو النادي الاكثر سدادا ما بين الاندية المتواجدة كلها. ما هو طبيعي يا جه، بس ما انت بتتكلم عن نادي عليه ديون للعيبه ومدربين وانديه وممتلكات دوله واراضي وكهرباء ونور وميه وغاز، يعني انت بتتكلم عن فلازم يكون الاكثر سدادا. ما هو النادي مديون. ويفتح موضوع كابتن محمود عاشور الحكم الدولي المصري اللي طلع كسر الدنيا بكلام جريء وصريح جدا، بيثبت فيه ان هناك تلاعب في الدوري المصري اللي فات، تلاعب في نتائج الدوري المصري اللي فات لصالح نادي معين. وكلامنا مش كلام مؤامرات كونية ولا تدليس، لا احنا بنقول حقائق. انا عارف الحقائق بتتعبكم شويه، حقائق بتتعبكم في حتت معينه كده شويه، عشان يطلع علينا جمهور الابيض وجمهور الصفوه ويطلع يقول لك ان محمود عاشور اهلاوي. عارف ليه يا زميلي الكروي قال لك ان هو اهلاوي؟ عشان فضحهم، عشان قال الحقيقه. كل من هو يقول الحقيقه فهو سيء، فهو يعمل عليهم مؤامرات. شفت تدليس اكتر من كده؟ جمهور مدلس اقسم بالله. فدايما احنا عارفين ان الحقائق بتتعبهم، حقائق بتوجعهم، الحقائق ما بتنيمهمش، تعمل لهم حرقان. فدايما ان شاء الله فسادهم بيظهر يوم عن يوم. ونيجي نقول لك برضك ان نادي الزمالك مش نادي الدوله، نادي الاهلي هو نادي الدوله. نادي الاهلي هو اللي نادي الدوله، ونادي الزمالك بيكسب بالعرق. هو مش عرق هنا لا، ده في حته تانيه خالص العرق ده. فكل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. والبيان ده بيان يخلينا احنا كجمهور اهلي واعي، جمهور اهلي واعي في ظهر الاداره. احنا عارفين الاداره فيها اخطاء، عارفين اللي فيه فشل في بعض الملفات، عارفين ان في حاجات كتيرة قوي غلط حاصله وسببها الاداره. بس لما يجي حاجه انت كاهلاوي كنت بتتمناها او نفسك الاداره تاخد خطوه فيها، فاحنا في ظهر الاداره. كل التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، ولا عزاء للحاقدين. وما تنساش تقول لي رايك تحت في الكومنت يا زميلي الكروي في بيان النادي الاهلي النهارده.